ما تسيبهمش يا رب، ما تسيبهمش لوحدهم. إنها الليلة الأخيرة لاعتصام رابعة العدوية، روح عالية استمرت 48 يوما. كل الميادين مليانة من المنيا، 150 كيلو سلاسل بشرية كده من المنيا لحد بني سويف. مش هيقدر واحد من الشرطة يخش هنا، احنا جايين نموت. انا مش جبان، انا مش جبان، انا جاي استشهد في الميدان، انا مش جبان، انا مش جبان، انا جاي اضحي في الميدان. هنا حيث اعتصم معارضو الانقلاب العسكري كان الجميع يدرك ربما أن النهاية تقترب. لكن أحدا لم يكن متيقنا مما قد يحمله ذلك الصباح. كان القرار السياسي في فض الاعتصام الأكبر لمناهضي الانقلاب العسكري قد اتخذ منذ أسابيع. اعتصام أقيم عند تقاطع رابعة العدوية في القاهرة، فأخذ الاعتصام اسمه من المكان. ولم يكن من الصعب رصد الاحتقان الشعبي المتزايد في مصر وارتفاع وتيرة التحريض على المعتصمين. فالحملات الإعلامية التي حكمت على من في الميدان بأنهم إرهابيون بدت وكأنها من مراحل التمهيد لفض الاعتصامات. عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية. بعد 7 صباحا زحفت قوات الأمن نحو ميدان رابعة العدوية في القاهرة من جميع مداخله، وأطبقت الخناق على من فيه. بالحجارة حاول من كان على مداخل الميدان الإبطاء من تقدم الآليات. فكان الأمن لهم بالمرصاد. تعالى هنا اهو، في نايم على الارض اهو، واحد هنا اهو. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تلقى الخط الأمامي الضربة الأولى عند بوابات اعتصام رابعة، فقتل منهم من قتل. الله أكبر. لا إله إلا الله. استعينوا بذكر الله. رافعين ايدينا
كده سلميه. كان واقف جنبي الاخ، لقيت رجليه من الطلقه قسمت بطنه، قسمت رجليه. ليه مش عارف، عمالين يقتلوا فينا ليه؟ بيقتلوا فينا، احنا عملنا ايه؟ ليه طيب؟ بعد الانقضاض على الخط الأول للمعتصمين ومع استمرار إطلاق النار، كثفت قوات الأمن من قنابل الغاز، فخرج من تمكن من نسوة وأطفال عبر الممر الذي حددته قوات الأمن. لن يسمح بتاتا في حسب قراءتي السياسية لما يجري في مصر، لن يسمح بتاتا بهذه الأنواع من الاعتصامات. الاعتصامات يجب أن تكون سلمية في أماكن محددة. أولا، كيف يمكن أن يكون الاعتصام سلمي وبالدوزرات تدخل لبناء ترسانات مسلحة؟ ترسانات مسلحة هي كانت سواتر ترابية وبراميل مياه شاهدناها ونقلها مراسلونا تباعا. جدران بالطوب الأحمر وبالمسلح بالأسمنت المسلح. كان مسجد رابعة قد تحول إلى مستشفى ميداني خلال ساعة الاقتحام الأولى. توقف البث المباشر من منصة رابعة. استهداف جميع الاعلاميين الموجودين برابعه العدويه، هم لا يريدون ان تخرج اي صوره من رابعه العدويه، قاموا بتعطيل اجهزه البث، قاموا بقتل مصورين من قلب الميدان، قاموا بتكسير معدات لجميع المصورين بقلب الميدان، هم لا يريدون اعلام برابعه العدويه. ولم يعد من مصدر للصورة سوى الإعلام الرسمي. معلومات مؤكدة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتقول إن في مجموعة من الفلسطينيين تم رصدهم حوالين العمارات. من أول محاولة الشرطة لفض الاعتصام بدأ الإخوان ومؤيدي مرسي بإطلاق الرصاص من الرشاشات. إلا أن صورا أخرى التقطتها كاميرات المعتصمين وهواتفهم الجوالة ستكون مصدرا يوثق ما جرى في الميدان. دفعت قوات الأمن بآلياتها العسكرية إلى الميدان برفقة عناصر من المشاة، وبدأت بهدم كل ما يعترض طرقها.
كان وقع المفاجأة مروعا على المعتصمين. الاقتحام القوي بدأ بالفعل، الطائرات تلقي القنابل المثيرة للدموع والمروحيات يوجد بها قناصون يقومون تحديدا باصطياد كل من يحمل كاميرا أو يحاول تصوير هذه المذبحة، يقومون باصطياده والتصويب كله على الرأس والرقبة. من يحاول صد اعتصام لا يصوب على الرأس والرقبة، هي عملية إبادة متعمدة، قتل عمد لهذا الشعب المصري الذي خرج في سلمية تم يعبر عن رأيه. عايز شوف تعالى صور، عايز شوف تعالى صور. اتصل بابني اوصيه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. وفي طلقه هنا، في طلقه هنا. هات لي قطن بقى جديد كده فوق. استهدف رصاص الأمن المعتصمين أولاً، إما من قبل عناصر الشرطة الذين دخلوا رابعة العدوية، وإما عبر قناصة من الأجهزة الأمنية الذين انتشروا على أسطح المباني المحيطة بالميدان. ولم يسلم من حاول إسعاف الضحايا من الرصاص. أثناء الاقتحام بدأت الحرائق تندلع في خيام المعتصمين. اتهمت القوى الأمنية المعتصمين بإحراقها، والمعتصمون قالوا إن الأمن فعلها. كان الحريق لما يزل في بدايته. أنا أعتقد أنه هذا تنفيذ متأخر لرغبة المصريين التي أبدوها يوم 26 يوليو الماضي. يعني إيه التفويض اتأخر؟ أنت كنت عايز الناس دي تموت قبل كده يعني؟ لو تكرمت مهندس حاتم، أنا مش هينفع كده الكلام ده. أنا لا أفهم كيف المصريين يتحدثون ومئات يقتلون وهو يقول أصل ده اتأخر. عفوا يا وبينما استمرت قوات الأمن في فض الاعتصام، قالت السلطة المصرية إن الخسائر لن تكون كبيرة. طوال قرابة 4 ساعات لم ينقطع الرصاص، لدينا أكثر من 300 شهيد، لدينا أكثر آلاف من الجرحى، لم نعد قادرين على عد الشهداء ولا عد الجرحى. يلا خدوا نسحب تاني. اتهمت السلطات رافضي الانقلاب العسكري بحمل السلاح في مواجهة قوات الأمن، استنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف. فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها. بضع صور بثت لمسلحين تواجدوا في الميدان أثناء فض الاعتصام، قالت السلطة إنهم من المعتصمين، وأريد لها ربما أن تكون الصورة الطاغية لما جرى في رابعة. عند انتقال القوات إلى المواقع فوجئت بقيام أعداد من المعتصمين باتخاذ تحصينات أعتقد أن الجميع قد شاهدها على شاشات التلفزيون،
وكما اتخذ مواقع وبدأ في إطلاق الأعيرة النارية والكرتوش بكثافة تجاه القوات التي أصرت على تحمل أقصى درجات ضبط النفس. قتل كثير من المعتصمين المناهضين للانقلاب العسكري في ذلك اليوم، لكن العدد النهائي للضحايا اختلف بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن بضع مئات من القتلى، وأخرى تحدثت عن أكثر من 2000 قتيل. هذه المجزرة حرب إبادة جماعية. الصورة في غاية الوضوح أن عبد الفتاح السيسي الآن يدرك أن الانقلاب قد فشل وأن مصيره المحاكمة الجنائية، ومن ثم فهو يسعى لتوريط الجيش المصري أو لتوريط الشعب المصري في حرب أهلية أو توريط أكبر قدر من القيادات العسكرية في دماء المصريين. مع اقتراب الأمن والحريق من مسجد رابعة، لم يكن أمام المعتصمين سوى نقل المصابين وجثث الضحايا إلى مكان آخر. إلى مسجد الإيمان. هنا بقيت الجثث حتى عصر اليوم التالي بانتظار تصاريح الدفن، وسط محاولة أهالي القتلى الإبطاء من تحلل الجثث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومرور الساعات. أما أعداد المعتقلين فلا يمكن حصرها حتما، فلا السلطة قدمت رقما ولا اللجان التي شكلها المعتصمون في الميدان تمكنت من تحديد عددهم. وتستمر حملة الاعتقالات والملاحقات بحق قيادات من الإخوان وناشطين رافضين للانقلاب العسكري. أحرق الميدان ومعه مسجد رابعة العدوية، ويصعب القول إن الحريق قد انطفأ فعلا، فنيرانه قد لا تخمد سريعا، ستبقى مشتعلة في قلوب من شهد المجزرة. عندك